طبعا بيراميدز كسب نهضة بركان وخد السوبر الافريقي، وانا بالنسبه لي انا فرحان ان هو كسب وخد السوبر الافريقي للسبب يعني. مش هتبقى منتخبات المغرب وفرقها دايسه على وشنا، فكفايه المنتخبات، مش هتبقى الفرق كمان. المنتخبات جايه طوفان جاي علينا تقريبا، مش هنعرف نوقفه، فربنا يسترها يعني. فمش هتبقى منتخبات وفرق. دي اول حاجه. تاني حاجه، قبل ما اتكلم على الفنيات بتاعت الفرقه وكده، الناس اللي عماله تتكلم يقول لك اصل بيراميدز خد مكان الاهلي، اصل بيراميدز خد مكان الزمالك. يا عم، لا هو خد مكان الاهلي ولا هو خد مكان الزمالك. هم مش واقفين في محطه ترماي وبيحجزوا كراسي واللي يلحق. هو الراجل دي رابع بطوله بالنسبه له. الزمالك عنده بطولاته والاهلي عنده بطولاته، وكل واحد ماشي في سكته. فهو لا خد مكان ده ولا خد مكان ده. هو كل اللي حصل ان الفرقه بتزاحم الاهلي والزمالك على البطولات. كان الاهلي والزمالك هما اللي بينافسوا، دلوقتي الاهلي والزمالك وبيراميدز. ودي فرقه رابع بطوله بالنسبه لها يعني. ولا هو لا زي الاهلي ولا زي الزمالك، ولا هيبقى في حد زي الاهلي ولا الزمالك من الاخر يعني. تريح دماغك يعني، فما تقعدش تقول لي خد مكانه خد كراستي وخد قلمي والكلام ده. بالنسبه للفرقه دي، هي دلوقتي حاليا هي احسن فرقه جماعيه بتلعب كوره في مصر. احسن فرقه جماعيه بتلعب كوره في مصر، بغض النظر عن الاسامي واللعيبه اللي فيها. معاهم مدرب محترم، هو ليه بعض التريكات كده في الماتشات التقيله، حاجات بسيطه، لكن هو في المجمل هو مدرب كويس جدا، بيعرف يعني يصحي فرقته. عندهم الشيبي ده لوحده يعني عايز 30 فيديو لوحده. الشيبي ده يعني راجل باك رايت، معرفش يعني اللي جابه ده بصراحة. باك رايت عالمي اوروبي، المفروض ما يلعبش هنا، اوروبي بصراحة يعني. لكن الفرقة في المجمل عندهم سكواد قوي، عندهم فرقة كويسة، لعب جماعي بصراحة 10/10. وانا توقعاتي بنسبه كبيره جدا جدا ممكن بيراميدز يعني ما تتفاجئش يعني، وهو تلاقيه هو هياخد السوبر المصري اللي جاي ده.